السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غنصايب معكم واحد الشوربه بالسبانخ، كتجي خفيفه ولذيذه بزاف وصحيه. غنحتاج فيها يعني بصله ديال البورو، هنا بطاطا مسلوقه، ثومه، شويه ديال سميت ديال سكينجبير طري، الملحه والابزار، من طبيعه الحال السبانخ، زيت الزيتون، قزبر ومعدنوس مخلطين مخلطين، والكريمه. بالنسبه للملحه ما تضيفوش بزاف، حيت هذه سلقتها البطاطا سلقتها في الملحه، والسبانخ راه كيكونوا مالحين. بسم الله. غندير هنا بصله ديال البورو، مع زيت الزيتون، نديرو خير الله ديال الزيت والملحه، صافي غادي نديرها تشحر. صافي هنا باش ما كتحرقليش ديك الزيت الزيتون غادي ندير واحد الطريف ديال الزبده، كما كتعرفوا يعني زيت الزيتون ما كيصلحش انها تخلي فيها الحاجه. نضيفوا الزبده، يعني نضيفوا الزبده تكون نوعيه زوينه باش كتعطي واحد المذاق زوين. صافي غادي نحطيوها نخليوها تشحر مزيان حتى كيبان داك البورو مزيان تماما. صافي غادي نخلي ديك البصله تشحر مزيان يعني حتى كطيح كتدبل مع ديك الملحه. هنا غادي ناخذ ديال سكينجبير طري غنحكو، كما كتعرفوا كيكون فيه داك الزغيبات داك العروق، غادي نحيدو ونحط في الطغيب الشيء اللي غيخرج يعني من الحكاك. صافي شتي كما قلت لكم. صافي من بعد ما تشحر غادي نزيد عليها داك سكينجبير طري اللي حكينا مع الثومه والابزار. صافي غندير واحد شويه تشحر ديك الثومه طلقتها هي مع البصله، وغادي نضيف باقي المكونات. نزيد البطاطا مسلوقه مع السبانخ، صافي غادي نروي بالماء سخون، ما نديروش الماء كثير بزاف، غير الماء كافي. صافي نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، صافي غادي نخليهم يطيبوا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ونطفي عليهم البوطه. يعني كما كتعرفوا يعني البطاطا كما شفتوا البطاطا مسلوقه يعني طايبه. بالنسبه للسبانخ 5 دقائق كافيه باش كيبقى محتفظ على داك الفوائد ديالو. صافي هنا غادي ندوز باش نصايب معجون ديال الزيتون اللي غندهن به دوك الخبيزات اللي دخلت الفران يتحمروا. هاد الوصفه هذه تعتمدوها حتى في الفطور، كتجي بنينه بزاف وصحيه. عندي هنا الزيتون محيد له العظم، واحد 2 دروس ديال الثومه، شويه ديال القزبر حبوب يابس مطحون، شويه ديال الزعتر، الحار اللي بغا اختياري، قزبر ومعدنوس، صافي زيت الزيتون.
صافي كيطحن كيجي على الشكل. صافي غادي نخليه على جنب. صافي هنا الشوربه طابت، دابا غادي ندوز باش نطحنها. صافي غادي نزيد عليها الكريمه. غنزيد شويه ديال الملحه، انا دقتها باقي خاصها الملحه. صافي وغادي نردها فوق العافيه طلع فيها الغليه. وصافي كتكون هذه لاصوب ديالنا وجدات. من بعد كما كتشوفوا هنايا زينتها بشويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، شويه ديال الزريعه، زريعه كحله منقيه، واحد الخطيط صغير ديال الكريمه، نفس الكريمه اللي درنا في الطياب. ورافقتهم ايضا بخبيزات دهنتهم بزيت الزيتون ودخلتهم الفران يتحمروا. من طبيعه الحال الزيتون داك يعني هذا ديال الزيتون اللي صايبت معكم. المهم هاد العجينه هذه ديال الزيتون اللي صايبت، ما عرفتش شنو سميتها. صافي بسم الله. بسم الله. وكيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم، وتخليوها لي في التعاليق. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا الجرس، وكنقول لكم الى فيديو قادم بحول الله.